مرحبا بكم مستمعينا إلى النشرة الثقافية. تستضيف الإمارات العربية المتحدة اجتماعات المكتب الدائم للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب والأنشطة المصاحبة لها في الفترة من 4 إلى 7 سبتمبر أيلول الجاري بمشاركة 17 وفد عربي. وتشارك في الاجتماعات وفود من الأردن، سلطنة عمان، العراق، سوريا، السودان، الجزائر، تونس والبحرين، الإمارات، مصر وفلسطين وموريتانيا، اليمن والمغرب ولبنان والكويت، إضافة إلى وفد الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب. وقال الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب حبيب الصايغ في بيان إن استضافة دبي لاجتماعات المكتب الدائم جاءت بعد تعذر انعقادها في دمشق نظرا للظروف الأمنية هناك. وأضاف أن دولة الإمارات بادرت إلى استضافتها حرصا منها على تواصل هذه الاجتماعات، حيث تمثل بانعقادها الدوري كل 6 أشهر مناسبة مهمة لتدارس كل ما يتصل بالثقافة العربية والتحديات التي تواجهها. وتقام على هامش الاجتماعات ندوة بعنوان نحو استراتيجية ثقافية عربية، يشارك فيها كتاب ومفكرون من المغرب، تونس، الجزائر، السودان، البحرين والكويت والإمارات ومصر. كما تقام أمسيتان شعريتان تحمل إحداهما اسم الأديب الإماراتي الراحل أحمد أمين المدني، والأخرى أيضا اسم الشاعر الإماراتي الراحل أحمد راشد ثاني. ويعلن في ختام الاجتماعات والأنشطة في 7 سبتمبر أيلول الجاري البيان الختامي وعرض حال الحريات في الوطن العربي وتوصيات الندوة الختامية. تحت شعار السينما جسر تواصل، اختتمت مؤخرا فعاليات مهرجان الواحة السينمائي الأول من نوعه في بلجيكا. المهرجان الذي امتد من 26 إلى 31 من أغسطس الماضي في مدينة تورنهاوت الواقعة في إقليم الفلاندر، حيث تم تنظيم عروضه بدعم من مهرجان موف للأفلام السينمائية ومسرح هيتوفلويخ ومدينة تورنهاوت. وتأتي خصوصية مهرجان الواحة السينمائي في بلجيكا من تفرده بالفكرة التي عملت على إطلاقها وتنظيمها مؤسسة أومنيس، التي تشتغل بخطوات حثيثة على تفعيل دور ومكانة الثقافة العربية في القارة الأوروبية، بعد أن اتخذت من بلجيكا مقرا لبداية أعمالها التي تمثلت بتنظيم مهرجان الكاريكاتير العربي الأول خلال مايو الماضي. تشتغل اليوم على العديد من المبادرات والمشاريع الثقافية التي تتعلق بالعمق الحضاري العربي والإنساني المتنوع، سواء من خلال تنظيم القراءات الأدبية أو المهرجانات والكرنفالات والمعارض المتنوعة. وتم خلال أيام المهرجان عرض العديد من الأفلام السينمائية الطويلة التي تمثل كوكبة متنوعة من الأقطار العربية بعيون صانعي الأفلام ومنتجيها، حيث تنوعت العروض بين الأفلام الفلسطينية والسورية والمغربية والأردنية. فتابع الجمهور خلال ليالي المهرجان أفلام دي جاردييه، الزين اللي فيك، ذيب، عمر، المهاجران، على حلة عيني، حب سرقة، وتشابكات أخرى، وآيدول، والفيلمين الوثائقيين العودة إلى حمص، وأنا مع العروسة، وأفلاما أخرى. سيعود اسم الكاتب الأمريكي ترومان كابوتي إلى دائرة الضوء في فصل نهائي من الشهرة ببيع رفاته في مزاد علني. وسيطرح رماد كابوتي المحفوظ في صندوق ياباني محفور بالنقوش للبيع في أيلول سبتمبر الجاري بعد 32 سنة على وفاته. وأوضح مالك دار المزاد دارين جوليان في هذا الشأن أن بعض المشاهير سينظرون إلى بيع رفاتهم في المزاد على أنها قلة ذوق، ولكن أعرف 100% أن كابوتي سيرحب بذلك، فهو كان يحب إيجاد فرص صحفية وقراءة اسمه في الأخبار، وأعتقد أنه سيحب استمراره في خطف العناوين الرئيسية.
وكان كابوتي توفي في 25 من آب أغسطس عام 1984 في لوس أنجلوس عن 59 عاما إثر إصابته بمرض في الكبد. وبعد حرق جثمانه ظل رماده بعهدة جوان كارسون زوجة مقدم البرنامج التلفزيوني جون كارسون الذي كان من أصدقاء كابوتي الحميميين حتى وفاته العام الماضي. وقال جوليان أن منفذي وصية كابوتي لم يعرفوا ماذا يفعل برماده بعد جدال أخلاقي قرروا وضعه برسم البيع في المزاد. ونقلت صحيفة الجارديان عن جوليان أن كابوتي أبلغ جوان كارسون أنه لا يريد أن يجلس رماده على رف، وبالتالي فإن هذه الطريقة مختلفة لاحترام وصيته. في حين سيقام المزاد في 24 من أيلول سبتمبر الجاري. أكد جوليان أن محبي كابوتي وجامعي تذكاراته ومتعلقاته أبدوا اهتماما كبيرا برماده، متوقعا أن يباع بأكثر بكثير من 6000 دولار. وأضاف عن أمله بأن يشتري رماد كابوتي شخص من نيويورك لكي يعود الكاتب إلى منهاتن التي أحبها، أو شخص كثير السفر يستطيع أن يأخذ الرماد معه. أعزائي المستمعين، انتهت النشرة الثقافية، نشكركم على حسن الاستماع.